السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الإعدادي وطلاب الإعدادية، أهلا وسهلا بكم في قناة علاء هشام. الفيديو ده إن شاء الله أهم النصائح لتالتة إعدادي، أهم النصائح للإعدادية بحالها، وأهم النصائح لينا إحنا الكل كلينا إحنا الكل. بس في شوية نوتس وشوية حاجات هضيفها علشان إن شاء الله تبقى إنسان كويس وإنسان ناجح، وإن شاء الله تقفل كل مواد وتجيب 140 من 140 في تالتة إعدادي، وتخش إن شاء الله المدرسة اللي أنت نفسك فيها، سواء كان ثانوي ستيم أي حاجة من الحاجات اللي أنت نفسك فيها. أولا ما تراكمش. أول نصيحة ممكن أديها لك إن أنت ما تراكمش أي حاجة عليك، وده يعني نصيحة لأي حد، نصيحة لنفسي أنا، بذكر نفسي معاك إن أنا ما راكمش أي حاجة من اللي عليا أو من اللي عليك، سواء كانت مذاكرة، سواء كانت حفظ للقرآن، سواء كان نوتس معينة هتعملها في يومك، لازم ما تراكمهاش، عشان المراكمة كتير هتسبب لك بعد كده أذى جامد جدا جدا جدا. فأول نصيحة ممكن أقدمها لك ما تراكمش. طيب افرض وقعت خلاص في المراكمة، وقعت في الخطأ خلاص وراكمت، تعمل إيه؟ في نصائح لو راكمت لابد إنك تخلص اللي وراك، علشان ما تسيبش ده لاخر السنه، وتيجي في اخر السنه تزنق وتقول انا ما عملتش وعملتش، وهتحبط وهيصيبك حزن واحباط. فانت لازم ما تراكمش. وافرض انا طب خلاص هندسه انا راكمت جزء مثلا، هنتكلم في الفيديو ده اي مثال هنتكلمه عن ماده علوم، وانت تطبقه على باقي المواد، لان هي نفس النصائح في باقي المواد. ليه ماده علوم؟ عشان احنا بنشرح ماده العلوم على القناه هنا ان شاء الله. لو فايتك الشرح ارجع واتفرج على فيديوهات الشرح. احنا شرحنا خلاص كده ان شاء الله باذن الله الوحده الاولى في العلوم، المكونه من 3 دروس، وحلينا عليهم والحمد لله، وان شاء الله في مراجعه قريبه، وان شاء الله هنخش على الوحده الثانيه، وان شاء الله هنخلص منهج العلوم للصف الثالث الاعدادي. افرض انا ركبت يا هندسه في ماده العلوم مثلا، انا دلوقتي خلصنا الوحده الاولى، وفوت دخلنا في الوحده الثانيه. اعمل ايه لو ركبت الوحده الاولى او اي درس من الوحده الاولى؟ هقول معاك مثلا انت لسه ما بديتش في العلوم خالص، والوحده الاولى كلها واقعه معاك، تعمل ايه؟ اولا انت هتاخد الجزء الشرح اللي احنا بنشرحه على القناه هنا، هتبدا تفهمه، وبعدين تذاكر الجزء اللي احنا خدناه، وبعدين تحل عليه. مثلا الدرس الاول، النظام اللي قلت لك عليه ده تعمله في الدرس الاول، وانت ماشي معانا في الوحده الثانيه، يعني احنا ماشيين في الوحده الثانيه، انت تبقى ماشي معانا في الوحده الثانيه مع مراجعه الدرس الاول في الوحده الاولى. فهمت ازاي؟ خلصت الدرس الاول في الوحده الاولى، هتخش على الدرس الثاني وانت مكمل عادي في الوحده الثانيه، بس انت هتبدا تراجع الجزء بجزء ورا كده، تخفف عليك شويه بشويه علشان الحمل ما يبقاش تقيل عليك. يبقى كده النصيحه الاولى اوعى تراكم. النصيحه الثانيه اظبط نومك. ما تقلبش يومك النهار ليل والليل نهار، لا. يعني في ناس بتقول لك انا بذاكر، ما اعرفش اذاكر غير بالليل. مفيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها كده. انت على اساس انت بتعود نفسك على ايه. لكن انت تضحك على نفسك وتقول انا ما بعرفش اذاكر غير بالليل، ده شغل كله كذب. لو ما بتعرفش تذاكر غير بالليل فعلا، مفيش حاجه اسمها كده. ممكن مثلا تاخد الجزء بتاع العشاء لحد الساعه 11، وتبدا تذاكر بقى، تصحى الفجر، تصلي الفجر في جماعه، وتبدا تذاكر في فتره الفجر دي، اللي هم الثلاث ساعات بتاعت الصبح دول، والساعتين بتوع الصبح دول فيهم بركه كبيره جدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها. ما معنى البكور؟ معنى البكور قال لك ده اللي هو وقت الفجرية، وإن ربنا سبحانه وتعالى قال في الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث إن ربنا سبحانه وتعالى بيدي الرزق وبوزع الأرزاق إمتى؟ في فترة الفجر دي. يعني اللي نايم ما بياخدش الرزق بتاع اليوم ده، فاهم إزاي؟ لكن اللي صاحي بياخد الرزق بتاعه في اليوم ده، سواء كان بقى رزق بالبركة، ببركة في الوقت بقى، في الصحة، في المال، في الولد، في راحة البال والسعادة، وكل ده يعتبر من أرزاق ربنا سبحانه وتعالى. فأنت لازم تبقى تصحى الفجر، تصلي الفجر في جماعة، وبوعظك تاني إن دي حاجة ليك أنت هتستفيد بيها. فأنت لازم تصلي الفجر في جماعة، وتبدأ تذاكر في الوقت بعد الفجر ده. لو عندك بقى دروس الصبح، عندك دروس العصر، عندك دروس العشاء، فانت تبقى انت خلاص ذاكرت الفترة بتاعت الصبحية دي، مثلا من الساعة، هنقول من الساعة 5 لحد الساعة 8 مذاكرة، وتبدأ تفطر بقى وتشوف حاجة تعملها، تنام لك شوية،
عايز تكمل مذاكرة كمل مذاكرة، بس هتاخد بريك في الفاصل ده. تالت حاجة، قرب من ربنا سبحانه وتعالى. لابد انك تقرب من ربنا سبحانه وتعالى في جميع فترات حياتك، علشان ربنا يرزقك التوفيق ويرزقك الإلهام والصبر والطموح إن أنت تكمل وتبقى عندك عزيمة تكمل للآخر. فأنت لازم تبقى قريب من ربنا، ادعي ربنا كتير، استغفر ربنا كتير، حافظ على صلواتك الخمسة بفروض الخمسة بسننهم في أوقاتهم، وإن شاء الله ربنا يرزقك التوفيق. فدول كان أهم 3 نصائح ممكن أديهم لك في الفيديو ده، وإن شاء الله في فيديوهات جاية كتير هديك شوية نصائح مهمة ليك. فلازم تبقى عامل لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.